آثار النوبة تمتد على ضفاف النيل في جنوب مصر وشمال السودان، وتمثل سجلاً حياً لحضارات ازدهرت عبر آلاف السنين. تضم المنطقة معابد ضخمة شيدت في عصور مختلفة، أبرزها معابد أبو سمبل التي نحتت في الصخر لتعكس قوة الملك رمسيس الثاني، ومعابد فيلة وكلابشة، وبيت الوالي التي زخرفت بنقوش دقيقة توثق حياة المصريين القدماء وصلاتهم الدينية. كما تضم النوبة مجموعة فريدة من الأهرامات في مروي، تميزت بأشكالها الحادة وارتفاعاتها الصغيرة مقارنة بأهرامات الجيزة، لكنها تعكس مكانة الملوك الكوشيين وقدرتهم على تطوير طراز معماري خاص بهم. وتحتوي النوبة على آثار مملكة كرمة، ومنها الضفوفة الغربية والشرقية، وهما مبنيان ضخمان من الطوب اللبن يعكسان مستوى متقدما من التنظيم والعمارة في تلك الحقبة المبكرة. إضافة إلى ذلك تنتشر في صحراء النوبة لوحات صخرية قديمة تظهر مشاهد صيد وحيوانات برية ورموزا دينية، مما يكشف طبيعة الحياة والمعتقدات المبكرة لسكان المنطقة. وقد شهدت النوبة واحدة من أكبر عمليات إنقاذ للتراث الإنساني خلال بناء السد العالي، حيث نقلت معابد كاملة إلى مواقع جديدة لحمايتها من الغرق، مما ساهم في الحفاظ على هذا الإرث الفريد الذي يربط بين الحضارة المصرية والكوشية، ويعكس تفاعل الشعوب على ضفاف النيل عبر العصور.